يا صابر. ممثل غامض ملوش ملكة، شخصيته مش واضحة، ما تفهمش هو طيب ولا شرير. يعني في ممثلين كتير عملوا شخصيات قريبة من شخصيتهم الحقيقية، لكن فتحي عبد الوهاب ممكن تلاقي له دور عمله شبه شخصيته. ما فيش اي دور. فهنحاول في الفيديو ده نفهم شخصية فتحي عبد الوهاب ونراجع أعماله اللي بيغلب عليها الشخصية السايكوباتية، يعني حاجة كده شبه السيرة الذاتية. بس انا الحقيقه ضد فكره تقديم السيره الذاتيه لاي حد من المشاهير خالص. طبعا. معلش يا فتحي، انا بحبك والله وعايز اعرف الناس عليك اكتر. في البدايه كده عايز اقول لك ان فتحي عبد الوهاب مش ابن الشغلانه، يعني ما كانش له حد في صناعه السينما، ولا ابوه بقى ولا خاله ولا عمه. دايما تسمع ان الفنان الفلاني ابوه كان مخرج او ممثل، فكان بيحضر بقى التصوير وتعلق بالسينما وكده، وبعدين احترف التمثيل. لكن فتحي ما كانش له اي حد في الصناعه، وكل علاقته بالموضوع ان جده كان عنده سينما في قريه طوخ في القليوبيه، وكان في الصيف بيروح عند جده ويقف على باب السينما يلم التذاكر من الناس، وبعد كده يتفرج على الافلام ونقعد نتفرج. فانت بمرور الوقت يوم ورا يوم انت خلاص انت حفظت الفيلم، وابتدى خيالات الطفل تشتغل عندك. وبداية تمثيله على مسرح الجامعة وهو في كلية تجارة كانت صدفة. راح في يوم الكلية وهو متأخر عن المحاضرة، فواحد صاحبه قال له تعالى معايا نقعد في مسرح الجامعة بدل ما تقعد في الحر. وبالصدفة كان في بروفات لمسرحية اسمها انت حر، وكان بيخرجها صلاح عبد الله، وعرض عليه صلاح عبد الله يطلع يقول جملة في المسرحية، فوافق فتحي وطلع قالها، ومن ساعتها ما نزلش من على المسرح ولا ساب التمثيل. وكانت الجملة بتقول لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا وانا مش تور ولن نستعبد بعد اليوم. مظبوط. هي دي الجمله اللي انا قلتها اول حاجه فعلا.